قرار الاعتذار او الانسحاب عن مباراة الاهلي، انت كلاعب في نادي الزمالك ممكن تفسر ده هل دي يعني رسالة لمجلس ادارة عدم ثقة في اللعيبة، عدم ثقة في الفريق؟ احنا مش واثقين فيكم 100%، كان في اصابات لعدد من اللعيبة الاساسية في النادي، فمش البدلاء مش على نفس المستوى، بالتالي ممكن اللعيب يتأثر نفسيا بالقرار زي ده ويحس انه في تهرب من مباراة صعبة زي دي لانه هو مش على المستوى. طيب انا هقسم عدم خوض مباراة القمة مم. لجزئين. مم. الجزء الاولاني انت قدمت مطالب حقيقية، انت مم. كنادي محتاجها، انت تعرضت للظلم بشكل واضح، مم. فانت تعرضت ضغط جماهيري، فانت قدمت مطالب لعدم خوضك لمباراة القمة. طيب ايه الايجابيات والحاجات اللي انت كسبتها عشان تستكمل الدوري؟ انت مم. اصلا كنت اعتراضك على مباراة القمة بس؟ هو ده سؤالي موجه لمجلس إدارة نادي الزمالك. مم. هل انت كان اعتراضك فقط على مباراة الاهلي؟ طبعا لان هو لعب الماتشات التانية اللي بعد كده. يبقى اذا كده كان تأجيلك للمباراة او عدم خوضك للمباراة، هي مش تأجيل، هي الغاء. مم. فاذا عدم خوضك للمباراة كان بكل المقاييس كان بالسلب ليك. مم. تعرضت لعقوبة، تم اكتر من عقوبة. ممكن يتم مش اكيد، ممكن يتم خصم منك 3 نقاط، بجانب خسرت 3 نقاط كان ممكن تحصل منهم على مم. نقطة، بجانب ان انت ما اديتش قوة للمنافسة، لان في فرق بتنافس على الفوز بالدوري. مم. بيراميدز ابرزه. مم. انت النهارده كبيراميدز اديت فرصة للاهلي 3 بونت مرتاحين جدا في مباراة هي الاصعب في الدوري المصري. مباراة الاهلي والزمالك احد اطرافها. مم. انت بتتكلم في مباراة. الزمالك لو بينافس على الدوري كان ينسحب من المباراة دي. هو انت انسحبت ليه؟ مم. انا لا برضو انا مش بقول لك فاهم. لو الزمالك حتى لو ما بينافس على الدوري، لو هو في المركز الثاني وبينه وبين الاول 3 نقاط او نقطتين او نقطة، او هو حتى في المركز الاول والثاني بيطارده، هل كان الزمالك ممكن يضحي ب6 نقاط، 3 نقاط بتاعة المباراة و3 نقاط العقوبة؟ كان ممكن يضحي ب6 نقاط لو الزمالك كان بينافس على الدوري؟ هو السؤال الاصح، مم. لو كان فاز ماتش المصري مم. كان هيعمل ده؟ مم. انت اعترضت على حاجة انت عملتها. مم. انت لعبت 3 ماتشات في الدور الثاني وانت لسه ليك مؤجلات من الدور الاول. صحيح. فاذا كده مطلبك غير شرعي مم. كمجلس اداره نادي الزمالك. طب انت تعرضت لهجوم او ضغط جماهيري، خدت ليه والتوقيت مباراه سيراميكا وفاركو؟ بالظبط. طيب والتوقيت كمان، انت عارف الجدول ده من فبراير، ليه بتعترض عليه في شهر 6 وانت عارفه من شهر 2؟ يعني ده الجدول ده معلن من شهر 2، ونادي الزمالك بيلعب الماتشات ولم يعترض ولا ما ظهرش اي اعتراضات عليه لحد ما الزمالك خد، وفجأة الزمالك بيعترض على الموضوع في شهر 6، وهو يعلم هذا انه المباريات دي هتتلعب في المواعيد دي في من شهر 2. ما انا بقول لك اهو توقيت. عدم خوضك تاني، عدم خوضك لمباراه القمه حطك تحت ضغط كبير كمجلس اداره. وللاسف انت عندك مشاكل تانية كانت اهم اولى تتحل غير خوضك لمباراه القمه. طب اولهم ايه؟ مشكله الاتحاد الافريقي. انت مهدد بان انت عدم مشاركتك في الكونفدراليه لعدم سدادك للديون المستحقه عليك. طيب كمجلس اداره عندك مشاكل داخليه مع العاملين ومدربين قطاعات الناشئين لعدم سداد المستحقات كامله لحد دلوقتي. دي مشكله كانت اولى تتحل. عندك مشاكل كبيره مع الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي، ومهدد بعدم بوقف قيد فتره، وممكن تمد لفترتين. مم. طيب دي كانت مشاكل اولى بكتير قوي من ان انت صحيح. ما تاخدش مباراه القمه. طيب